أهلا بيكم، ورجعنا لكم بعد الفاصل وهنعمل مع بعض سلطة الفتوش زي ما عودناكم. هنجيب لكم من كل بلد أكلتنا النهارده أو السلطة بتاعتنا النهارده من لبنان. فتوش طبعا فيها هي يعني قريبة من السلطة الخضراء، ولكن فيها حاجات شوية زيادة. أولا هنحط فيها الفجل. الفجل ده لازم يتقطع وتحط فيها، ده أساسي. احنا مقطعين هنا خيار، طبعا عشان وقت البرنامج قطعناه. بنقطعه سلايس كبيرة شوية، تمام. طماطم، خيار، فلفل، وطبعا البطل معانا الكابوتشا، ومعانا العيش اللبناني او عيش شامي. احنا عاملينه ازاي؟ انا قليه عادي بزيت، بس عامله ده. عارفه الكبشه، واحطها في المصفى واعمل بيها شكل العيش فيطلع بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. وهنبدا نتبل السلطه بتاعتنا ونحطها فيها، تمام. يلا نتبل السلطه الاول. الكابوتشا احنا مش هنقطعها بسكينه، احنا عايزينها قطع كبيره زي ما اتفقنا. وعلى فكرة السلطة بتبقى صحية أكتر بكتير، والفواكه كمان حتى الفروت سلطة بتبقى صحية أكتر لما بنقطعها قطع كبيرة شوية. كل ما بقطعها قطع صغيرة كل ما فايدتها بتقل، تمام. يعني قطع كبيرة كده. طيب الدريسنج بتاعنا بقى أو الصوص بتاعنا اللي هنستعمله إيه هو؟ هستعمل خل تفاح، هستعمل ليمون، وهستعمل زيت زيتون، وهستعمل دبس رمان، تمام. طيب ادي السلطة بتاعتنا. بحط هنا الأول معلقة كده دبس رمان بتاع جديدة وشوية تنزف. وهنحط خل تفاح صحي جدا جدا، وليمون، وزيت زيتون، وده تحفة تحفة في حرق الدهون، بيحرق دهون رهيب بصراحة. طيب التوابل: ملح، كمون، وزعتر، وبس كده. واتعمل معانا أحلى دريسنج ينفع لكل السلطات، بس هو مع الفتوش بيبقى حكاية. هتقلبه كده كويس، بس كده. طيب احنا ممكن نحط دي، احنا مش محتاجين، خلاص دي نحطها في طبق تاني. وده كده الدريسنج. نبدأ نحطه على السلطة بتاعتنا. يعني هنقلبها بقى كلها كده عشان الدريسنج يدخل فيهم كلهم. شيل ده على جنب. بصوا اصلا زيت الزيتون مع الزعتر عاملين ريحة فظيعة. طيب اساسي برضه في سلطة الفتوش العيش اللبناني، وزي ما قلنا نحمره في زيت عباد شمس مش في زيت خليط. ممكن نعمله بقى الفكرة دي كده، وهنحط فيه، هنقدم فيه السلطة، واللي بيجي ياكلها هو هيكسر العيش فيها. انا عملت 2 يعني رقين مع بعض او طبقتين عشان تستحمل السلطة بتاعتي بالدريسنج اللي فيها. طيب والباقي ممكن نعمله ازاي؟ طبعا العيش اللي هيتبقى من ده نرميه، هيتحمر بالمنظر ده. ونبدأ نحطه، ممكن نحطه هنا في بتاعة الدريسنج، طبعا ممكن، هي مليانة دريسنج اصلا. حط فيها السلطة كده، دي طريقة تانية يعني للتقديم اهو. بس هنحط فيها كده السلطة، وهنبدأ نحط العيش بتاعنا على الوش. كده خلصنا تاني طبق معانا السلطة.